نفسك. ودي كلها صفات موجودة في شخصية حسين عمودة. لكن كل الكلام ده لسه بيتكلم عن الشخصية. السؤال الأهم، إيه بقى أفكاره الكروية؟ خلينا نتفق على حاجة من البداية. حسين عمودة مش مدرب بيحب الاستعراض. مش هتشوف عنده استحواذ 75% مثلا لمجرد إنه بيحب يمسك الكورة، ومش هتشوفه بيهاجم بسبع لعيبة عشان يرضي الجماهير. الفكرة الأساسية عنده هي الفوز أولا، والطريقة تأتي بعد ذلك. وده فرق كبير جدا. أول حاجة هتلاحظها في أي فريق بيدربه حسين عمودة إن الفريق شكله واضح، سواء الكرة معاه أو الكرة مع المنافس. كل لاعب عارف مكانه، مفيش عشوائية، مفيش لاعب بيطلع يضغط لوحده، مفيش جناح بيرجع متأخر. كل حركة محسوبة، وعشان كده دايما فرقه شكلها متماسك. ومن أكتر الحاجات اللي بتميز عمودة إنه بيعتبر الفريق كله لاعب واحد. يعني لو راس الحربة ضغط يبقى الجناحين لازم يقفلوا خطوط التمرير، ولو الجناحين ضغطوا يبقى الوسط يطلع وراهم مباشرة، ولو الوسط طلع يبقى الدفاع يتقدم. يعني الخطوط كلها تتحرك مع بعض، مش لاعب يضغط و10 واقفين يتفرجوا. وده اللي بيخلي الفرق بتاعته صعبة جدا في كسر الخطوط. وكتير من الناس بتسأل هو بيلعب 4 2 3 1 ولا 4 3 3 ولا 3 4 2 1. الإجابة كلهم، لأن حسين عموتة الرسم على الورق مجرد نقطة بداية، أما أثناء المباراة فالفريق بيتغير حسب الموقف. ممكن يبدأ المباراة 4 2 3 1، ولما الفريق يدافع تتحول ل 4 5 1، لما يهاجم يبقى عنده 5 لاعبين في الثلث الأخير. يعني المرونة أهم حاجة في الشكل بتاعه. وفي ناس أول ما تسمع إن المدرب بيلعب مباشر تفتكر إنه بيعتمد على الكرات الطولية وخلاص، وده مش صحيح. عمودة بيحب الوصول للمرمى بسهولة، لكن بعد إعداد. يعني لو في فرصة للهجوم السريع هيستغلها فورا، ولو مفيش الفريق بيرجع يبني الهجمة بهدوء، وهو مش بيضيع وقت في تدوير الكورة بدون فايدة. وفي نفس الوقت مش بيرمي الكورة لقدام والسلام. كل هجمة وليها هدف. الاستحواذ عنده وسيلة مش غاية، ودي نقطة مهمة جدا. في مدربين بيقيسوا نجاحهم بنسبة الاستحواذ، لكن عموته لأ. هو ممكن يسيب المنافس يمسك الكورة طالما الكورة بعيدة عن مناطق الخطورة بتاعته، لكن أول ما المنافس يدخل المكان اللي هو عايزه تبدأ المصيدة. وده معناه إنه ممكن تشوف فريقه مستحوذ بنسبة أقل، لكن أخطر بكتير على المرمى. ولو سألت أي محلل اشتغل على فرق حسين عموته هيقولك إن أخطر سلاح عنده مش الهجوم ولا حتى الدفاع. أخطر سلاح عنده هو الضغط المنظم، وده الفرق بينه وبين مدربين كتير. الضغط عنده بيبدأ من أول المهاجم. كتير من الناس فاكرة إن الضغط يعني المهاجم يجري ناحية المدافع، لكن عموته عنده الموضوع معقد عن كده. هو بيعتبر الضغط عملية جماعية. يعني أول لاعب بيبدأ الضغط مش هدفه يقطع الكورة، هدفه يجبر المنافس يلعب في الاتجاه اللي عموته عايزه. يعني يقفل زاوية ويفتح زاوية تانية، وفي اللحظة دي يبدأ باقي الفريق يتحرك. وده اللي اسمه توجيه المنافس، مش